بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقة للقناة بتقول ان هي بنتها بتحب الارانب ومش بتعرف تربيها، فعايزة تعرف كل حاجة عن تربية الارانب وعن علاجها وازاي اكلها. تابع معايا الفيديو ان شاء الله. النهاردة هحاول باذن الله افيدك. هنتكلم النهاردة عن تجهيز مكان للارانب وتوفير الاكل للارانب ونوع نوع الارانب الافضل في التربية المنزلية، ومن فين تشتري الارانب، وازاي اختار الارانب وافرق بين الذكر والانثى، الذكر والنتاية يعني، وايه سن البلوغ او التزاوج عند الارانب، وكم ارنبة مع الذكر الواحد. وان شاء الله باذن الله يعني انا هقسم لكم الفيديو بحيث ان اللي مش عايز مقطع يقدر يدخل على اللي بعده علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه نتكلم عن تجهيز المكان اللي انت هتوفريه. قبل اي حاجه، قبل ما تربي اي حاجه ارانب او اي نوع من الطيور، لازم تجهز المكان اللي هتبدا فيه عمليه التربيه. تمام. المكان اللي هيتربي فيه الارانب لازم يكون مكان مؤمن، ما يكونش فيه فران، ما يكونش فيه قطط، ما يكونش فيه حاجه شرسه تاكل الغربان مثلا تنزل تخطف الطير منك. فانت لو هتربي مثلا في البلكونه او هتربي على السطح، لازم يكون المكان بتاعك امين. في امان على الحاجه اللي انت بتربيها. يعني انا لو قدرت تجيبي سلكات وحالتك الماديه تسمح تشتري السلكات او البطاريات اللي انا هحط لك صورها دي، هي دي اللي تستعملها اثناء ايه التربيه. يعني هي دي الحاله الكيوت اللي بيقولوا عليها، اللي بنربي فيها الفترة ديت. يعني هي حلوة وشكلها حلو وتنفع تحطيها في البلكونة. لو انت هتربي في البلكونة بيبقى شكلها حلو. مش هتربي في البلكونة وهتربي أرضي زي حالاتي كده، أنا مربية تربية أرضي لأن السلكات أسعارها غالية جدا، فبربي أرضي. تمام. وبنيت للأرانب بتاعتي جطرة 4 جطر فوق بعض، هم دول اللي أنا بربي فيهم كأنهم هم السلاكة. بس طول فترة العشر بتبقى الأرنبة بترعى في الأرض. بعد الولادة وبعد الفطام الأرنبة بنزلها بعيالها في الأرض يرعوا في الأرض عادي خالص. تمام. ولكن اللي بحبسه فقط هي الأرانب اللي على وش ولادة. الأرانب اللي على وش ولادة آخر أسبوع قبل الولادة، هي دي الأرانب اللي أنا بحبسها، والباقي بسيبه كده. بربي يكون عندك كمان لو هتربي أرضي، مش هتربي في السلكات، يكون عندك جدر، تكوني بانية جدر، وتكوني جايبة جدر اللي هي الجدر الفخار، أو بلاص اللي هي زلعة العسل الفخار. تمام. بلاش الزير لأن الزير بجها من فوق واسع، فلو ولدت فيها الأرنبة بتطلع لبره إلا إذا قفلتي وش الزير شوية. لو مش هتعملي كده ممكن تبني اللي هي الطوبات دي. شايفة أنا يعني لو بص كويس في الفيديو هتلاقي إن أنا حاطة طوب وبنياه بأسمنت وسايبة الأرنبة تولد وراه. ماشي. مش حاطة جطرة، يعني مش حاطة جدرة. الجطرة بتاعتها يا دوب بانية فيها حاجز تولد هي وراه. دي طريقة برضو، يعني تعملي حواجز بالطوب كده، زي بيوت بالطوب جطر صغيرة، والأرنبة تدخل وتطلع فيها. مش هتجيبي ده ولا ده ولا ده. ممكن تجيبي كراتين الشيبسي، الكراتين بتاعة الشيبسي. تمام. ايه تاني يا ربي بتاع ده، عندك سبت غسيل قديم، عندك طبق غسيل قديم، اي حاجة حطيها لها هتولد فيها. تمام. دي كده اتكلمنا عن الحاجات اللي انت هتربي فيها الارانب. الجتر والحاجات دي هما بيدخلوا يتحموا فيها شوية ويطلعوا، يعني يدخلوا شوية ويطلعوا شوية كده يعني. الجدر برضو نفس النظام. بعد كده لازم توفري في مكان تربية الارانب، لازم يكون في عندك رمل. ضروري 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 يكون في عندك رمل، لان الرمل بينظف الارنب بينظف نفسه بالرمل. وكمان قبل ما تحطي رمل في المكان لازم تحطي جير مطفي، يعني الجير بتاع البلاط. انا يمكن انتوا شفتوني في فيديو قبل كده كنت استعملته للطيور، برضو بنستعمله للارانب ومفهوش ضرر على الارانب. يبقى بنرش الارض بجير مطفي، بعد كده بنحط على الجير ده رمل. تمام. وبنحط الارانب عادي خالص ترعى في المكان اللي انت هتربيها فيه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مين؟ عن توفير المكان يكون اهم حاجة امن من الفئران. امن من الفئران وامن من القطط. لو انت مش مأمنة المكان من الفئران والقطط، امني على الاقل مكان الولادة، امني على الاقل مكان الولادة. لان انت مش هتجيب الارانب تربيها كده، انت لازم الارانب هتنتج عندك، فلازم تأمني مكان الولادة. يعني اعملي مكان مؤمن للولادة وخلي عينك على الارانب بتاعتك. ندخل على النقطة اللي بعديها اللي هي ايه؟ اللي هي توفير الاكل. توفير الاكل بالنسبه للارانب، انا ما بستعملش علف الارانب، انا ما بستعملهوش.
انا بستعمل علف فراخ التسمين، علف فراخ التسمين. خلاص. باكل الارانب ازاي؟ باكل الارانب على 3 وجبات، يعني 3 حاجات، 3 مرات هي اكل الارانب عندي في اليوم. اول يوم الصبح لما بتفتحي تطلعي تصحي تبصي على حاجتك، تمام، بحط لهم علفة دافية، اكل دافي. يعني ايه اكل دافي؟ يعني بحط يا اما ذرة، يا اما بتاع ده حبوب، يعني ذرة، شامي مدشوش، غلة اللي هي الجمح، بس مش بكتر منه لان الجمح مش اللي هو مش مفضل جوي للارانب. بحط فول مدشوش، بحط قشر فول، اي خلطة حبوب ربنا رزقك بيها، تمام، تقدر تحطيها للارانب. بحط ردة على خلطة الحبوب احيانا لو ما عنديش عيش ناشف، بحط عيش ناشف، ولو ما عنديش عيش ناشف بحط ردة. بس الردة لازم احط عليها مية. خلاص، يعني لازم احط ميه على الرده وانمشها كده بشويه ميه وبسولها، يعني ما تبقاش عجين او ما تبقاش كلها ميه، يا دوب تبقى زي الرمل المبلول كده، فاهماني؟ دي علشان ايه؟ علشان الارانب لو اكلت الرده ناشفه ممكن تسف في بقها، تمام، فتعمل لها كتمه نفس، تكتم على نفسها، تفطسها يعني. خلاص. يبقى انا عندي هنا ايه كده؟ اتكلمنا عن توفير الاكل. اول نقطة فيه هي العلفة الدافية بتاعت الصبح، ماشي. بعد كده، طب بعد ما كلوا العلفة الدافية بعمل لهم ايه؟ بحط لهم طول النهار عندي في الشتاء، عندي البرسيم، عندي عروش البصل، عندي جرجير، عندي الفجل، عندي قشر بطاطس، قشر جلجاسة، قشر بصل. كل الحاجات اللي بتطلع من عندك من المطبخ، كل الحاجات اللي بتطلع من المطبخ، بس ما تسيبيش الحاجة عندك في المطبخ تتعفن في كيس وبعد كده تطلع تحطيها للطير او تحطيها للارانب بتاعتك. لا، حاجتك اول باول، طبق كده على الحوض، اول باول نحط فيه ايه؟ البواجي بتاعت الاكل، لقمة العيش اللي بمسح بيها الطبق برضه احطها للارانب عادي خالص، مكان طبيخ مش مشكلة ياكلوها. يبقى انت كل اللي بيطلع من المطبخ بتاعك تحطيه فين؟ تحطيه للارانب. بدل ما بنمشي في الشارع بالقرب من الاماكن السكنية نلاقي الناس رامية ورق الكرنب ورامية الحاجات بتاعت القرنبيط والحاجات اللي زي كده. طب ليه يا بابا؟ ليه؟ اشتري شوية ارانب حطيهم في البلكونة عندك ياكلوهم وبعد كده تذبحيهم، هتوفري. خلاص. احنا ما بنرميش حاجه في الزباله، كل الحاجات اللي بتطلع من المطبخ تطلع للطيور، كل اللي بيطلع وانت بتعمل الاكل يطلع للطيور. خلاص. بعد كده عندك برسيم، البرسيم ما شاء الله تبارك الله الحمد لله متوفر عندنا في مصر زي الفل. وفي كل منطقة سكنية بيعدي ناس بعربيات بتبيع برسيم في الشارع. انت لو مش هتقدري مثلا ممكن تتفقي مع واحد بتاع البرسيم ده مرة واحدة كل شهر او كل 15 يوم تحاسبيه وتنزلي له السبت، انت علميه مرة واحدة بس انه يحط لك في السبت. خلاص. كل يوم يحط لك برسيم في السبت، قولي له مرة واحدة ان انت هتحطي انه هتخلي له السبت تحت، نزله له من البلكونه وخلي له السبت تحت يحط لك البرسيم. خلاص كده، وتحاسبيه كل 15 يوم او كل شهر. يبقى انا عندي فتره النهار بعد العلفه الدافيه باكل فضلات المطبخ العاديه، تمام، وباكل ايه تاني؟ وباكل برسيم. اذا كان ده مش متوفر بحط ده، واذا كان ده متوفر بحط ده، وربنا يوسع علينا وعلى المسلمين. نيجي بعد كده بالليل قبل ما يناموا لازم احط لهم علفه دافيه. ليه علفه دافيه؟ علشان تدفي جسمهم، علشان تمدي جسمهم بالغذاء والفيتامينات اللي هو محتاجها. ممكن تعملي في العلفه الدافيه ايه؟ ممكن تاكل الحبوب بس، وممكن تاكل الحبوب مخلط عليها شويه علف. انا بدي العلف امتى؟ بدي العلف لما تكون الارنب عشر. عندما بتكون الأرنب عشر بديها علف لأن هي محتاجة علف التسمين بتاع الفراخ، محتاجة كمية البروتين اللي فيه عالية، هي محتاجاها، بديها علف تسمين. بس ما اعرفش ايه انواع الاعلاف اللي عندكم، انتوا عايزين علف كويس بتروحوا للمكتب اللي بيبيع الدواجن البيضة والفراخ البيضة، مكتب بيع الكتاكيت اللي هي بتاعت الفراخ البيضة بتاعت التسمين اللي بنشتري من عندها الكتاكيت اللي بنعملها كدورة تسمين. بتشتري من عنده العلف وبتاخدي العلف ده تخلطيه على الحبوب اللي عندك وبتديه. وممكن تاكل علف صافي، يعني ممكن تخلي وجبه الصبح علف صافي او ممكن تخلي وجبه الليل علف صافي، على حسب ما ربنا ميسر لك وعلى حسب ما ربنا مديكي من امكانيات اشتغلي، تمام، يعني ما تجبريش نفسك.
وما تقيديش نفسك بمصاريف فوق مصاريفك. احنا بنربي الطيور وبنربي الارانب علشان نوفر، مش عشان نكلف نفسنا بزيادة. تمام. فتروحي تحطي لهم علفة دافية الصبح، وتحطي لهم علفة دافية بالليل، وفي النهار بتحطي لهم اكل ايه؟ اكل البيت. خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاكل. طيب بالنسبة للاكل برضو في نقطة تاني، انا بعمل نقطتين كوقاية. ايه هما؟ ان مثلا علشان انا لو خايفة على الطير على الارانب من الانتفاخات، تمام، بحط شوية ينسون، شوية شمر اللي هي الكراوية، بحط حب زي ما هي، بحط شوية حلبة، الحلبة الحصى، حلبة حصى، شمر أو ينسون أو كراوية، بحط أي حاجة، شوية نعناع مفرومين على إيه؟ على العلفة الدافية اللي أنا بحطها، علشان أتجنب إن الأرنب ياكل وتجيله تخمة. وغالبا ما تكتريش الاكل العلفة الدافية، يا دوب حاجة بسيطة، علبة صغيرة كده ياكلوها وخلاص على كده. ماشي، ان هو مش بيحتاج كميات كبيرة. انا بحط الاكل في اطباق صغيرة جدا، يعني في علب صغيرة صغيرة، يعني كد كبشة الايد كده، مرة او اتنين وخلصنا. تمام. بحط معاها يا اما احيانا بحط يا اما اليانسون او الشمر. خلاص، علشان خاطر اتجنب الانتفاخات، عشان خاطر اتجنب ايه؟ الانتفاخات. طيب بالنسبة للمية، المية دي يوميا تتغير، يعني لو قدرت تغيريها مرة الصبح ومرة بالليل. لو انت بتستعملي علبة مية مثلا، تغيريها مرة الصبح ومرة بالليل. يعني وانت الصبح بتحط كوب المية اللي كانت بايتة، حط مية نظيفة. تيجي في الليل قبل ما يناموا، كوب المية اللي كانت وحطي مية نظيفة. بس كده. بتعمل ايه في المية دي؟ بنحط فيها فص توم مكسور. خلاص كده، يبقى فص التوم نكسره ونحطه فين؟ ونحطه في المية. فص التوم ده فايدته ايه؟ مضاد بكتيريا، مضاد التهابات، مضاد حيوي. تمام. بينظف لي الارانب من اي حاجه، حتى الفطريات. يعني مثلا لو انت خايفه من براغيث او حاجه في الارانب، فص الثوم باذن الله يقضي عليها. انتوا اديكم شفتوا انا لما بربي في الطيور وكده، بحط جشر الثوم وعروش الثوم، سواء كان القديمه بحطها كلها للطيور وللارانب، يعني بيجرجطوا فيها وياكلوا فيها، تبقى زي الفل بالنسبه لهم ومضاد حيوي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن تجهيز المكان، واتكلمنا عن توفير الارض الاكل للارانب. هنتكلم بقى عن ايه نوع الافضل، ايه افضل نوع من الارانب انا اقدر اربيه في البيت. افضل نوع عن تجربة للارانب تربيه في الارانب هو الارنب البلدي. الارنب البلدي هو افضل نوع من انواع الارانب اللي ينفع تربيها. انا مش بربي لا بابيون ولا شنشيلا ولا اي نوع من انواع الارانب اللي بيقولوا عليها السلالات، او كده بيقولوا عليها سلالات ومكافحة للامراض ومش عارفه ايه. لا، هو انا مش بربي غير الارنب البلدي العادي بتاعنا. ليه؟ لانه بيتكيف، سهل تكيفه. تمام. وبتعرف تتعاملي معاه، وبيتحمل، قوة التحمل بتاعته أعلى من السلالات. يعني قوة تحمل الأرنب البلدي أعلى من السلالات. أي نعم إنتاجه مش زي السلالات، بتولد الأرنب بال11 وبال12 وحاجات بالعشرينات والكلام ده. لا لا لا، هو ما بيولدش الكمية دياتي. هو بيولد ما بين الخمسة للسبعة، متوسط من 5 ل7. تمام. يعني من خمس أجنة، من 5 أجنة ل7 أجنة، ده الأرنب البلدي. بس مفيش مشاكل اللي هي الرضاعة، لا، بترضع الأرانب كلهم كويس. بيبقوا الأرانب طالعين كلهم نفس السوي. الأوزان لا، مش بيشيل أوزان زي البابيون والشنشلة وكده. ولكن خدوا بالكم من الأرانب اللي هي السلالات دي، الجلد بتاعها سميك برضو. يعني الأرانب دي جلدها سميك، يعني انت لما بتيجي تذبح الأرنب وتيجي تسلخيه، الجلد بيطلع أتقل. لكن الأرنب البلدي جلده خفيف، يعني الوزن بتاعه جلده خفيف، الجلد مش واخد كمية كبيرة من الوزن. خلاص. بعد كده عندي الأرنب البلدي مش بيحتاج تكيفيه على درجة حرارة، وبينفع تربيه أرضي، يعني ينفع تسيبيه يرعى في الأرض. لكن الأرانب اللي هي السلالات دي لازم تجيبي لها سلاكة، لازم تجيبي لها سلاكة، أو اللي هي اللي بنقول عليها البطارية. خلاص. فايه افضل نوع ارانب للتربية في البيت؟ هو الارنب البلدي. الارنب البلدي طالما انت مش بتدوري على انتاج تبيعي،
تمام. لا وتغطي، انت بتدور على حاجه تغطي بيتك بس ومش عايزه فيها مشاكل كتير، خليكي في الارنب البلدي. طيب النقطه اللي بعديها، من فين اشتري الارنب البلدي ده؟ الارنب البلدي ده يا اما تشتريه من حد في منطقتك يكون بيربي وبيبيع، يا اما انك تشتريه من عند بتاع الفراخ البيضة. انا اشتريت الارانب بتاعتي من عند بتاع الفراخ البيضة، الراجل اللي بيبيع الفراخ البيضة. رحت عنده قلت له انا عايزة ارانب هاخدها من عندك تجاوي، هاخد الارانب من عندك هاخدها تجاوي. ازاي هاخدها تجاوي؟ هاخدها تجاوي يعني هعمل منها انتاج في البيت. خلاص، وقفت قدام القفص وفضلت اتفرج على الارانب، نجيت احلى حاجة عجبتني. يعني ما تاخديش منه بس، تنجي احلى حاجة تعجبك. بصوا انا هنا بحط ايه، بحط اللي هي عروش الجزر الاحمر، بيتباع بالعروش بتاعته. فانا اخدت الجزر الكبير وسبت لهم الجزر الصغير، تمام، بالعروش بتاعته، وهربطهم في حبل كده. بصوا اهي، علشان الارانب الصغيره ما تقعدش فوقيه وتهركوا في الارض. انا حطاه كده بحيث ان هم ايه، هيقعدوا دول، ما فيش عندي في الاوضه بيرعى دلوقتي غير الارانب الصغيره. خلاص، فهيقعدوا يومين ياكلوا فيهم، فبدل ما يهركوهم في الارض لا، ربطتهم لهم كده يبقوا معلقين ياكلوا فيهم ويبقوا حلوين. نرجع تاني لكلامنا، من فين اشتري؟ المهم قلنا يا اما تشتري من عند حد انت تعرفيه في منطقتك يكون امين وبيبيعه كويس، يا اما تشتري من عند الراجل بتاع الفراخ اللي بيبيع الفراخ البيضة، بيكون عنده ارانب بلدي في القفص، بيبيع ارانب بلدي. الارانب البلد تقولي له عايزة ارانب تجاوي، اول حاجة ابدأ ايه، بنتيتين وذكر. يعني انا لما بدأت بنتاية واحدة جبتها، تمام، بعد كده بعديها باسبوع جبت نتاية تانية هي والذكر، يعني جبت نتاية في اسبوع، والاسبوع اللي بعده جبت نتاية تاني وجبت الذكر. طيب انا جبت نتاية وطلعت عشر، ازاي نجيتها وطلعت عشر؟ نتاية حلوة تكون كبيرة ووزنها تجيل، مش كبيرة سن، لا كبيرة في الحجم، طولها من راسها لديلها طويلة كده، تحسيها أرنبة مسحوبة سحب. بصوا اهو، دي بقى كده احنا دخلنا في النقطة اللي بعدها، ازاي افرق بين الذكر والنتاية وازاي اختار النتاية. بصوا النتاية لما بحط ايدي على بطنها بيكون لها حلمة. بصوا هي الحملة بتاعتها غائرة وسط الشعر بتاعها. تحط ايدك على بطن الأرنبة تلاقي فيها ايه، حلمات. الحلمات دي بتاعت الرضاعة. حلو خالص. طيب الاقي الأرنبة من راسها لديلها زي ما قلت لكم تكون طويلة، من راسها لديلها طويله. الارنبه امتى لا اعرف ان الارنبه اللي قدامي دي عشر من غير جس من غير اي حاجه، وانا ماليش خبره في الارانب اهو مثلا؟ لما الاقي الارنبه ليها لغد كده، ليها، عارفين اللغد ده اللي بيطلع لغد كده في الرقبه، او هو كده بيبقى الارنبه ليها لغد. طيب هنجي الأرنبة ازاي؟ ودانها تكون نظيفة مش مجطمة، شعرها يكون نظيف، يكون يعني تكون تبص فيها كده نظيفة، وألوانها نظيفة، مش غامجة ولا موسخة ولا حاجة، لا تكون نظيفة. بين رجليها يكون نظيف، بين رجلين الأرنبة يكون نظيف، ما يكونش فيه رواسب لازجة. لان لو في رواسب لازجه في الارنبه يبقى الارنبه دي مثلا عندها اسهال، او الارنبه دي عندها مثلا مشكله في الجهاز الهضمي بتاعها. الودن تكون من جوه بتلمع، تكون براقه كده. الانف تكون نظيفه، عينيها مفتحه وحلوه، ما تبقاش تبص في عينيها. ممكن ارنبه تكون عندها عين لا قدر الله فيها حول، او مثلا عين بايظه، عين مش بتشوف بيها اصلا، تمام، فتبص كويس على ايه، عليها. مناخيرها ما يكونش عندها سيلان جيوب انفيه او حاجه. خلاص، يبقى انا عندي هنا ريشها شعرها نظيف، رجليها نظيفه، يكون رجليها ما فيهاش اي بتاع حشرات بين صوابع رجليها او بين رجليها، ما يكونش فيها حشرات في الريش بتاعها، تكون طويلة طول من راسها لديلها طولها حلو. تكون أرنبة حيوية كده وبتتحرك في القفص، ماشي. راسها تكون حلوة ونظيفة، ودانها نظيفة، عينيها نظيفة، مناخيرها، كل الحاجات دي تبص فيها. يعني تمسك الأرنبة كده، تحاول تجمدي قلبك كده وتمسك الأرنبة تلفيها يمين شمال وتعرفي ايه اللي فيها. ده كده عرفنا ازاي ايه نختار الأرنبة، واعرف ازاي ان هي نتاية. اعرفها ان هي نتاية عن طريق الحلمات اللي في بطنها.
طيب تعالي بقى نشوف الدكر. الدكر برضو نفس النظام، همسك دكر الارنب هلفه يمين شمال من فوق لتحت. دكر الارنب لازم يكون رجليه عالية، رجليه طويلة، القوائم بتاعته سليمة، رجليه يعني الاربع رجول سليمة، ودانه نظيفة، شعر جسمه نظيف، ما يكونش فيه حشرات، ما يكونش فيه حشرات بين رجليه، ما يكونش فيه حشرات في ايديه ولا في رجليه. تمام. عينيه واسعة وشكلها حلو، مناخيره نظيفة، مفيش حاجة في مناخيره، مفيش حاجة في عينيه، مفيش حاجة يعني مفيهوش إعاقة، يعني تبص فيه كده سليم، مفيهوش حاجة وحشة. الرجلين تكون عريضة، بصوا الرجلين لازم تكون عريضة كده. ايديه كمان نظيفة، مفيهاش أي مشاكل. ماشي. لما يجف كده بيجف سليم، يعني لا عرج ولا حاجه. بعد كده بقى بفتح بين رجليه بشوف العلامات بتاعته، بس يعني هي مفيش غير كده. هي دي اللي تعرفك ان ده ذكر وجاهز للشغل. طيب نفس النظام برضو، النتاية لازم تكون النتاية قوائمها سليمة، يعني ما اروحش انجي نتاية تطلع بتعرج، يكون قوائمها سليمة. يعني بعد تجفي قدام القفص كده شوية تتفرجي على الحاجة وتنجي انت، يعني هو تقولي له وكمان برضو انت تنجي. تمام. يعني انت تقولي له وتبصي في الحاجة، يعني ما تاخديهاش عمياني كده، تشتريش حاجة عمياني. ليه؟ لان الحاجة دلوقتي اساسا بقت غالية، يعني الارانب والطيور وكل حاجة غليت، فمش هتدفع، حرام تدفع فلوس في حاجة عيانة، حرام تدفع فلوس في حاجة بعد كده مش هتستفيدي منها، يعني هتتعبك. فهي دي ايه الفرق بين الذكر والنتاية. هنتكلم بقى عن سن التزاوج او سن البلوغ. سن البلوغ في الأرانب البلدي، بتكلم عن الأرانب البلدي، من 5 ل6 شهور. من 5 ل6 شهور هو ده سن البلوغ في الأرانب، من 5 شهور ل6 شهور. حلو. أما بقى في الأرانب الكبيرة اللي هي السلالات والحاجات اللي زي كده، يقال إن هي بتوصل ل8 شهور. ويعني والناس اللي بتربي تبقى تدخل في التعليقات تقول لي كانت المعلومة صح ولا لا. هنتكلم بقى عن الذكر ليه كام نتاية. الذكر الواحد ليه كام نتاية؟ الذكر الواحد ليه لحد 8 نتي. الذكر الواحد ليه لحد 8 نتي. حلو الكلام. بس انت طبعا علشان هنبدأ تربية جديد مش هنجيب 8 نتي، لا. يعني هنبدأ في التربية الحديثة الجديدة، الناس اللي بتربي في يعني تربية أول مرة بتربي تربية حديثة التربية. بتجيبي يا إما نتاية واحدة يا إما نتايتين أو 3 بالكتير. تمام. لحد لما تفهمي في الأرانب ويبقى ليكي خبرة فيها وخلاص بقيتي ما بتخافيش منها. يعني هو أكتر ناس بتربي الأرانب بتبقى خايفة منها الأول. وفهمتيها وتعايشتي كده معاها، بعد كده بقى تقدر تجيبي نتاية واتنين وتلاتة تاني لحد ما توصل لل8 أرانب، 8 نتي. تمام. وربنا يعينك ويساعدك على أكلهم، بس هيغطولك إنتاج، يعني هيغطولك كإنتاج. أنا حاليا ما عنديش غيرهم هما ال3 أرانب بس، ومش ناوية اشتري، ناوية علشان يعني الشراء خلاص كده. انا بحاول ان انا ارجع زي ما كنت الاول. انا بقول لكم ان انا وقفت فترة بسبب الولادة، عندي كانوا ثانوية عامة، فقضيت على كل الطيور اللي عندي ذبحتها، و يعني ومش شغالة كنت في تربية الطيور، ولا كنت بربي طيور خالص فترة الثانوية العامة علشان اعرف اقعد مع الولاد واذاكر لهم. لكن بعد كده خلاص، يعني دلوقتي الحمد لله انا اولادي عدوا مرحلة الثانوية العامة، الا اللي قاعد منهم لسه هيدخلها. فعشان كده رجعت اربي من الاول وجديد، بحيث ان انا اغطي انتاج في البيت، اغطي مصاريف البيت، يعني حاجه من مصاريف البيت، وكمان ناكل ونشرب براحتنا، يعني ما نتأزمش بالوضع الاقتصادي. وفي نفس الوقت ما اشتريش، يعني بحاول اغطي ان انا ما اشتريش من بره. ف3 نتي يكفوني ان شاء الله، يطلع من الانتاج بتاعهم اقدر اخلي النتي تاني تقعد عندي وتعشر يعني وكده. طيب بصوا، شفتوا شكل الارانب حلو ازاي؟ واديكم شفتوا، يعني انا حاولت ان انا بقدر الامكان اقول لكم على كل المعلومات الاساسيه. اتكلمنا عن تجهيز المكان، واتكلمنا عن توفير الاكل، واتكلمنا عن نوع الارانب الافضل للتربيه، وقلنا ان هي الارانب البلدي العاديه، وقلنا ازاي اختار الارنب.
تمام. واتكلمنا عن الفرق بين الذكر والنتاية، وقلنا عن سن البلوغ ان هو من 5 ل6 شهور، وقلنا الذكر الواحد بيحتاج كام نتاية للعيشة معاه، يعني تنفع معاه كام نتاية. قلنا معاه 8 نتي، ولو أقل بيكون أحسن علشان تضمني إن التخصيب يكون كويس. تمام. بالنسبة بقى لتربية الأرانب، فتربية الأرانب سهلة جدا ونظيفة، والأرانب نظيفة. أما بالنسبة للأمراض، فالأرانب ما فيهاش أمراض طول ما انت مهتميه باكلها. يعني طول ما انت بتحط شويه شمر وشويه او شويه ينسون، كد نص معلقه كده على العلفه بتاعتك، طول ما انت مأكلاهم كويس. تمام. يعني ومهتميه بيهم، ميه الشرب نظيفه، حاطه فيها فص توم. خلاص، كل الحاجات دي يعني واقيه من الامراض، واقيه من الامراض. يعني انا ربيت الارانب، سواء كنت ربيتها قبل كده كنت مربيها في جنينه في البيت، او مربيها على السطح حاليا، ما جاتليش امراض في الارانب نهائي صراحه. لان الارانب بتغسل نفسها بالرمله. كميه الرمله اللي انا حطها لها فوق، حط لها كميه رمله كبيره على السطح، بترعى على السطح وتدخل في الرمل وبتعمل تنظيف هي لنفسها في الرمله. فعلشان كده انا ما جاتليش الحمد لله اي امراض او اي براغيث او اي حاجه في الارانب. يعني سواء كنت هنا او لو ما كنت مربيه في الجنينه، كانوا بيحفروا في التربه اللي هي الارض ويعيشوا فيها يعني. وحتى يمكن فوق بنيت لهم جتر، تحت في الجنينة ما كنتش بانية جتر، كانوا بيحفروا هم في الأرض، ولما عيالهم تكبر بتطلع لوحديها. اما بالنسبه لنقطه استحمام الارانب، احنا ما بنحميش الارانب في الشتاء نهائي. يعني مثلا لو احتاجنا ان احنا نحمي الارانب بنحميها في الصيف، ده لو لاحظت فيها مثلا براغيث او حاجه. لكن غير كده هي بتنظف نفسها بالرمل. كده اكون انا وصلت لنهايه الفيديو، جاوبت لك وقلت لك على حاجات كتيره في تربيه الارانب. والسلام عليكم ورحمه الله.